قد نهضنا بالليالي وحدنا ومشينا للنهار الزاهر قم وبشر يا أخي إسلامنا أننا عدنا بصبح زاهر. والأستاذ محمد عز الدين توفيق سيحدثنا عن هذه المقاصد الكبرى لدراسة السيرة النبوية. والأستاذ هو عضو مؤسس الجمعية وهو عضو الكتابة التنفيذية لهذه المؤسسة، مؤسسة المهدي بن عبود للبحوث والدراسات والإعلام. وبالمناسبة هذه هي القاعة التي شهدت تأسيس المؤسسة، ها هي تأوينا جميعا في هذه الندوة المباركة. الأستاذ محمد عز الدين توفيق أيضا هو عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، وهو خطيب مسجد عقبة بن نافع الذي يواصل رسالة عقبة بن نافع، وإن كان بصيغ أخرى غير يعني بوسائل أخرى. وبين الحين والحين تنشر جريدة التجديد بعض من يختارون إعلان إسلامهم في هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما كان، وله الكلمة في موضوع المقاصد الكبرى لدراسة السيرة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله. ليس الحديث عن السيرة النبوية بحاجة إلى مناسبة، فدراسة هذه السيرة أمر ضروري لكل مسلم. إنها ليست سيرة أي أحد من الناس، ولكنها سيرة من أمرنا باتباعه والاهتداء بهديه والاقتداء بسنته. ولكن هذا السبب العام، وهو حاجتنا باستمرار إلى دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، تأيد بسبب خاص، وهو ما صدر عن بعض الحاقدين من رسوم مسيئة للمقام النبوي الشريف. وإن خير ما يقابل به المسلمون هذه الإساءة أن يقبلوا على دراسة سيرة نبيهم أكثر من أي وقت مضى، حتى تزيدهم هذه الدراسة معرفة به ومحبة له واتباعا لسنته. ليست هذه هي المرة الأولى التي يساء فيها إليه عليه الصلاة والسلام، فقد أوذي حيا وميتا. ومنذ قال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا، وأتباع أبي لهب في كل عصر يسيئون إليه. وهذا الذي تولى كبر هذه الرسوم لن يكون الأخير إلا أن يشاء الله. وسيسجل التاريخ على هذا الشقي الملعون أنه أول من استعمل الصور الكاريكاتورية للاستهزاء بخير البرية والسخرية من خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وسيبتر هؤلاء الشانئون كما بتر من قبلهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سيلحقهم الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكل الذين يسيئون إليه فهم يطعنون في اختيار الله تعالى له نبيا ورسولا للناس أجمعين. فحتى نكون في مستوى الأمانة ونحن سفراؤه بين الناس وشهداء الله على الناس، يجب أن نجعل من هذه النازلة وأمثالها
مناسبة للعودة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. فنحن شهداء الله على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم شهيد علينا. ولا شك أننا نتفاوت في مقدار ما نعرفه عنه صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا نشترك في قناعة واحدة، هي أن ما نعرفه ليس كافيا. فأحداث السيرة وإن كانت متناهية، ولكن دروسها وفوائدها غير متناهية، بل إن دروسها لتتجدد بتجدد مواقف الحياة وبتجدد ما يعرض للأمة من تحديات. والحال أننا معرضون عن هذه السيرة، لا ندرسها ولا نقرأ واقعنا في ضوئها، وإن كان شيء من ذلك يحصل فهو دون المستوى المطلوب. نحن بحاجة إذن إلى التحسيس بأهمية هذه الدراسة، وذلك من خلال مداخلتي ببيان المقاصد العامة التي من أجلها يدرس المسلم سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه المقاصد الكبرى التي تندرج فيها المقاصد الخاصة هي 3. أولها الإيمان العميق بنبوته صلى الله عليه وسلم. فنحن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تعمق هذه الدراسة إيماننا به نبيا ورسولا. والمقصد الثاني هو المحبة الصادقة لشخصه الكريم، فإن دراستنا لسيرته عليه الصلاة والسلام يقوي في قلوبنا محبته حتى ترتقي لتكون مقدمة على محبة النفس والأهل والناس أجمعين. والمقصد الثالث هو اتباعه والاقتداء به في شأنه كله بغير تحفظات ولا استدراكات ولا استثناءات. ولا يمكن أن تؤمن بنبوة شخص لا تعرفه، ولا أن تحب شخصا لا تعرفه، ولا أن تتبع شخصا لا تعرفه. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، المقصد الأول دراسة السيرة من أجل تعميق الإيمان بنبوته ورسالته. وكما قدم أخونا الأستاذ مصطفى، كل صفحة من هذه السيرة شهادة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فهي سيرة نبي وكفى. وإذا لم تكن هذه سير الأنبياء فكيف هي سيرهم إذن؟ إن النبوة من أمر الغيب، فالنبي يسمع ما لا يسمع الناس، ويرى ما لا يرون، فكيف يعرفون أنه صادق في دعوه؟ إنهم يعرفون ذلك بالأدلة المقنعة للعقول، وقد جمعها العلماء في 5 أنواع. النوع الأول صفاته الخلقية والخلقية، والثاني معجزاته التي لم يقدر أحد أن يأتي بمثلها، والثالث نبوءاته التي صدقها الواقع في حياته وبعد مماته، والرابعة نتائج دعوته في الأرض وآثار إصلاحه في الناس، والخامسة بشارات الكتب السابقة به وتطابق ذلك الوصف معه أو مع بلدته التي بعث فيها أو التي هاجر إليها أو الرسالة التي جاء بها أو الأصحاب والأنصار الذين اتبعوا. في هذه السيرة إذن نقف على صفاته ومعجزاته ونبوءاته
وثمرات دعوته وبشارات الكتب السابقة به. وهذا الهدف الأول لدراسة السيرة لا حد لأهميته، فالرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو ثمرة العلم والمعرفة. وإذا كان وقتنا لا يتسع للوقوف على هذه الأنواع الخمسة التي تضمنتها سيرته وتشهد له بالنبوة والرسالة، فلنذكر مثالا واحدا من نوع واحد منها، وهو صفاته عليه الصلاة والسلام. فقد كان عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا في صفاته الخلقية والخلقية، وقد دونت